السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم في العامية اللي كتجي رائعة ولذيذة وصحية. الخبز اللي كيبقى لينا بارد وكيبدا يبس لينا، قلنا علاش لا اللي منوجدش معكم هاد الوصفة اللي كتجي صحية وديال البرد. توجدوها للبرد، ما جاي غير البرد ان شاء الله. بسم الله، نبداو على بركة الله. هنا عندي الفول والعدس اللي رطبتهم في الماء وصفيتهم. عندي معلقة كبيرة من الحلبة، معلقة كبيرة من المساخن. في التوابل عندي الملح على حسب الذوق، الخرقوم البلدي، سكنجبيل، الابزار، وكنورة ديال البقري، وثلاثة فصوص ديال الثوم اللي غسلتهم ونخليهم بقشورهم. وعندي الزيت النباتية اللي خلطتها مع الزيت البلدية. صافي غدا عندي هنا ثلاثة البصلات اللي قطعتهم قطع صغيرة، وجوج مطيشات كذلك اللي قطعتهم قطع صغيرة، وضفت عليهم واحد الطريف ديال الشحمة ديال البقري. الا كانت متوفرة عندكم، انا كانت متوفرة عندي ضفتها. صافي غدا نضيف التوابل اللي ذكرت معكم كاملين. كتجي رائعة هاد الرفيسة، وكتجي زوينة بزاف وصحية. وصافي غادا نضيف الطنجة ديالي على النار تتقلى لنا البصلة والمطيشة يتقلاو لنا مزيان. صافي نكملو المكونات اللي غيبقاو لينا. هاد الاكله هادي رائعه وكتجي صحيه ديال البرد. صافي هنا ضفت واحد القبيطه ديال قزبر ومعدنوس. صافي غادا نضيف المكونات اللي بقاو لينا كاملين، الفول والعدس. صافي الحلبة والمساخن غنضيف المكونات كاملين اللي ذكرت معاكم. صافي ونضيفو القليل من الماء تيطيب لنا داك الفول والعدس. صافي وانتم معنا ان شاء الله. صافي نسدو على الطنجة ديالتنا وانتم معنا. صافي عندي هنا جوج فلفلات حارين تقدروا تضيفوهم. لا متوفرين ما كنتوش تبغيهم ما تضيفوهمش، ماشي مشكل. هنا عندي الخبز اللي قطعته هاد القطع صغيره على هاد الشكل هذا، خبز بارد اللي بقى ليا وقطعته على هاد الشكل هكا كيف ما كتشوفوا. صافي هنا الطنجة ديالتي راه طابيه الفول والعدس كما كتشوفوا كي كيجي. صافي غنضيف الماء يكون غليان. عندي هنا الماء غليان اللي غنضيف عليه الماء غليان، ضروري يكون الماء غليان. صافي نخلي الطنجة ديالتي غير تغلى ليا شويه وانتم معنا ان شاء الله. صافي هنا كما كتشوفوا الفيسه ديالتنا كي كتجي رائعه معلكه ولذيذه وزوينه وصحيه. توجدوها للبرد ان شاء الله وبصحه وراحه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم.